بعد ما كاب كات عملها معاكم كلكم، دلوقتي كله هيبص للبرنامج الوحيد اللي فري وفي نفس الوقت مفيد فعلا وبروفيشنال. فيا ترى هيكون ايه البرنامج ده؟ يا ترى مش قادر اتوقع، مش قادر اتخيل هيكون ايه يا ترى. دافنشي. يعني ده قلنا لك من بدري يا استخدم دافنشي، مفيش حاجه بروفيشنال اكتر من كده يا جدع. كان زمانك قاعد باشا دلوقتي حاطط رجل على رجل وبتتريق على الناس، كان زمانك قاعد بتتريق على الناس بتاعت كاب كات دول والله. فده فيديو سريع هنتكلم فيه عن مميزات دافينشي ريسولف لو انت خدت على عينك من كاب كات. يعني اول حاجه، ايوه جاي اكلمك عن الكالر جريدنج. ايوه ما يعني حتى لو كنت بتستخدم كاب كات يعني الكالر جريدنج يبقى دافينشي ريسولف بسيطه، فمش هنحتاج نكمل في الموضوع دوت. فالنقطه اللي بعدها تاني حاجه وهي الايديت. انت ممكن تعمل مونتاج كامل لفيديو تقيل عادي جدا يوصل لحد 8K على دافينشي، والنقطه دي في الحقيقه مرميه على بريمير شويه، يعني البرنامج مش بيكراش. رغم اني مش متمكن قوي في الحته اللي جايه وهي اللي زي افتر افكتس وهي فيوجن اللي موجوده في دافنشي، فيها كل حاجه انت ممكن تعمل فيها كل حاجه. يعني انت مش محتاج تتعلمها قوي، لان انت لو بتنزل بريسيتس مثلا هتعمل كل حاجه في الايديت بيج. بس فيوجن ممكن تعمل حاجات من الصفر كانك بتعملها في افتر افكت لو انت اتعودت على افتر افكت. والحته دي فري. ايوه فيوجن فري وزي افتر افكت كده برنامجين. وبعد كده الحته المفضله بالنسبه لي، بحس ان فيها خيال علمي، وهي الفير لايت دوت مكان الميكس بتاع الصوت بتاع كل حاجه. ممكن تظبط فيه صوت بشكل مش طبيعي لو انت اتعلمته بشكل ما يعني، وده كانه برنامج تالت في تالت ميزه. بس طبعا حته ان كل حاجه في برنامج واحد دي طبعا هتسهل عليك الدنيا، وان انت تبقى قادر تطلع احسن اداء من برنامج واحد وما تخرجش منه، ده هيفرق معاك جدا وهيقص معاك وقت كتير جدا. ولو ما عندكش مشكله تقص فلوس بالمره مع الوقت دوت وتشتري النسخه المدفوعه، فهتبقى ريحت دماغك قوي، لان الحاجات الاي اي الجديده اللي موجوده في دافينشي هتقص معاك وقت اكتر بكتير، زي الماجيك سيلكت بقى والاوديو انهانس والحاجات الجديده اللي هم ضافوها. فانت بدل ما تقعد تعيط على كاب كات، استثمر شويه وقت ومجهود اتعلم دافينشي. ولو عايز تعرف اكتر عن دافينشي فاعمل فولو.